اهو جه ركب النجمه، تعالى لي، جيت لقضاك. الحمد لله على السلامه يا هندسه. في إيه يا عم؟ هو في حد يقف كده؟ عم كله اعوذ برب الفلق. ايه يا عم وانا عيني وحشه؟ يا عم لا سمح الله، انت عينك مش وحشه خالص بصراحه، وعاوز ايه انجز. لا يا عم انا بكلمك على المنتجات اللي انت قاعد تعملها لنا كل شويه، البنزين البنزين البنزين، مفيش حاجه. العربيات السولار الشقيانه التعبانه ديت يا عم، ده انا صاحبك يا اخي. طب اهدى حاضر، جايب لك حاجه بص جنان. اعوذ بالله يا جدع، خد يا عم 22 دي ده حطه مع السولار، هينضف لك رشاشاته وهيخلي عربيتك طلقه. اتكل على بقول الله. لك ايه، ما تجيب لفه بالحلوه دي يا عم حلو اتنين، اعوذ بالله كل اعوذ برب الفلق يا عم. اتكل على الله، انت مفيش مره لما وقفتنا ما حسيت لي نسيبه. امشي هلا امشي. شاكرين. تعالى انت راضي عني؟ راضي عني؟ وانت عطيتني حاجه؟ نعم، وانا لسه مديك اهو 22 دقيقه اهو لعربيتك. خلاص يا عم، عيني برد عليك، روح الله يستاهل لك حالك. الله يبارك لك، اعوذ بالله كل اعوذ برب الفلق. ما انا لما كنت في المانيا اكتشفت ان معظم العربيات 70% من المرسيدس والبي ام والاودي كلهم ماشيين بعربيات، فالناس كلها بتخش تفول سولار. اخش بعربيه الزيرو، اخش ورا الناس عشان افول سولار. يا نهار ابيض، ويجي يسالوني يقولوا لي احنا مالناش نصيب في المنتجات في العربيات السولار. بما اني بقى كان معايا عربيه تويوتا سقف عالي وقعدت معايا 4 سنين، طبعا كنت بقول هو مفيش منتجات بتتحط مع السولار عشان تنضف لي الرشاشات وترمبه الجاز. فلقيت ان شركه روزير الالمانيه منزله منتج بيتحط مع الجاز او السولار بتاعك في تانك عربيتك عشان يبدا ينظم لك دايره الجاز كلها، عشان يحافظ لك على الرشاشات وترمبه الجاز بتاعتك. هنا فلتر السولار اللي هو بيبقى فيه الفلتر اللي بينقي السولار طبعا من الشوائب كلها، ويبدا ينزل لك على ترمبه الجاز اللي هي ديت. طبعا بتبقى راكبه على تقسيمه مع العربيه، بتبدا هي اللي بتضغط لك عن طريق زي التقسيمه بالظبط، يبدا يضغط لك السولار في الاربع رشاشات بتوع العربيه نفسها. تيجي الماده دي لما تيجي تحطها في تانك عربيتك تمشي واحده واحده مع المواسير، تخش على الفلتر، تبدا تنقي، تخش على الرشاط، تنظف لك الرشاط، تخلي رشاشات عربيتك سلسه جدا. الموديلات الجديده بقى انت عندك في الملاكي بيبقى نظام حقن الرشاشات نفسها بيبقى الكتروني. هنا نفس النظام، الحقن الرشاشات بتاعت العربيات السولار نفس النظام بيبقى الكتروني. كل رشاش راكب طبعا في مكانه بيتصل طبعا عن طريق كارته، والكارته طبعا داخله بتدي اشارات للرشاش عشان يبدا يرمي لك كميه السولار اللي هي محتاجاه. المنتج ده بيبدا يحافظ لك على الرشاشات ديت، انت كل فتره لازم تطلعها وتنضفها. لما المنتج ده بتحطه مع سولار عربيتك بيدي وقايه للرشاشات بتاعتك كلها، ولو في اي حاجه بينضفها لك بالمره. الناس بتاعت السولار تيجي تكتب لي في التعليقات هو احنا مالناش نصيب في اي منتجات او في الصيانه بتاعت السولار.